اهلا بيكم في مطبخ السعادة. النهاردة عندنا طريقتنا الخاصة لعمل الشيش الطاووق بنكهة الفحم. ودي المقادير هنا ممكن نستخدم خلطة فاين فودز للشيش طاووق او بهارات عادية بتاعت الفراخ. ودي المقادير بتاعتنا، يا ريت نمشي على المقادير بالظبط عشان تطلع بنفس النكهة، من الزبادي والعسل والبابريكا والمستردة والكاتشب والبهارات بتاعتنا. هنبتدي الأول حاجة عصرين بصلتين، هننزل بالمية بتاعتهم على التتبيلة. ودلوقتي هنبتدي نخلطهم كويس مع بعض لغاية ما كل المكونات تدوب مع بعض بالشكل ده تقريبا. عندنا دلوقتي حوالي نص كيلو وراك فراخ، هنبتدي نقطعهم او ممكن نشتريهم مقطعين جاهزين، وطبعا بيكونوا مخليين من الجلد. هنبتدي ننزل عليهم بالتتبيلة ونقلبهم كويس، وهنسيبهم حوالي ساعة أو ساعتين قبل ما نستخدمهم. واللي يحب يبيتهم في التلاجة ما نحطش فيهم ملح. وبتكون تقريبا قطع الفراخ بالشكل ده تقريبا، بالحجم ده او على حسب رغبة كل واحد. هنبتدي نقطع بصل مكعبات بالشكل ده، وهنجيب سياخ خشب نكون نقعينهم في مية الاول قبل ما نستخدمهم. وبعدين هنبتدي نحط قطعة فراخ، وبعدين وراها قطعة بصل، وبعدين وراها قطعة ممكن طماطم او فلفل الوان زي ما نحب، وبعدين وراها تاني قطعة فراخ، وهكذا. وبعد ما نعمل الكمية كلها اللي احنا عايزينها، هننزل بالشيش طاووق على جريلا تكون سخنة ومدهونة بالزيت، ونبتدي نقلبهم واحدة واحدة لغاية ما يستووا معانا. ممكن ياخدوا حوالي ربع ساعة أو 10 دقايق على حسب الرغبة وعلى حسب كل واحد درجة السوى اللي يحبها. بتاخد الشكل ده تقريبا. وبعدين عندنا قطعة فحم كبيرة هنسخنها على نار عادية على البوتاجاز لغاية ما تحمر خالص. وبعدين نجيب الشيش طاووق بتاعنا في حلة، ونعمل فتحة في النص ونحط الفحمة، وننزل نحط عليها في فويل مثلا، ونحط عليها شوية زيت صغيرين، ونغطي عليها ونسيبها. وفي النهاية ده الشيش طاووق بتاعنا بنكهة الفحم الجميلة. وأتمنى حضراتكم تجربوه، وانتظروا المزيد على مطبخ السعادة. بتمنى الفيديو كان عجب حضراتكم، ولو عجبكم ما تنسوش لايك على الفيديو واشتراك في القناة. وممكن تتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموجودة أمام حضراتكم. وانتظروا المزيد من الأكلات الجميلة على مطبخ السعادة.